الخبر ده تقريبًا كلنا شفناه النهارده، وهو مش حاجة مفاجأة، هي حاجة متوقعة، لأن الخبر ده أصلًا موجود تقريبًا من السنة اللي فاتت، وإحنا عارفين إن في مطور إماراتي هياخد قطعة الأرض دي، وهيبتدي إن هو يعمل فيها مشروع. يعني واضح كده إن الإمارات هتحتل الساحل جنب أو في خليج جزيرة. هي مش المشروع بتاع جزيرة، عشان دي حاجة ودي حاجة. هي الخليج بتاع جزيرة، قطعة الأرض اللي ما بين تحديدا مشروع يود وما بين مشروع فيرا بتاع انرشيا. تقريبا بنتكلم في حوالي 640 أو 630 فدان. الاستثمارات دي ممكن تدخل لمصر حوالي 135 مليار جنيه، تقريبا 2.7 مليار دولار. طبعا يعني تمن الأرض ده هيتسدد على 6 سنين، ودي شراكة ما بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية زي مدن راس الحكمة. هنا الدولة هتبقى شريكة بنسبة من 20 ل 30% البروفيت أو من الأرباح اللي هتبقى داخلة في المشروع. مطور لسه ما فيش أي معلومات أكيدة، بس هيبقى في فيديو تاني هنتكلم فيه أكتر عن المطور اللي واخد قطعة الأرض دي.